انا هتكلم على شهدائنا اللي استشهدوا خلال اليومين اللي فاتوا في العريش. احنا قلنا ان احنا في مواجهة مع ارهاب ومع بشر عايزين يهدوا الدولة وبيعتبرونا مش منهم، بيعتبرونا اعداء، واحنا بنتحرك معاهم وبنجابههم، بنحاول نجابههم يعني بمنتهى الحزم صحيح ومنتهى الحسم صحيح، لكن كمان بنبقى حريصين على ان احنا واحنا بنعمل ده، وانا بكررها يمكن دي رابع مره، على ان احنا ما يبقاش في تجاوز يسيء او يؤذي البشر او الناس اللي موجوده في المناطق ديت، عشان ما يبقاش في ابرياء يسقطوا او يتأذوا من المواجهه ديت. احنا قلنا ان الموضوع ده احنا حققنا فيه نجاح كبير بالمناسبه، وبقول لكم انه برضو مش هيخلص بسرعه يعني، ونجد الاستقرار اللي انتم بتتمنوه في يوم وليله، لكن احنا شغالين على كده. بس احنا محتاجين كمان منكم، من كل المصريين، من كل الشعب المصري، ان هو يبقى عينه معانا وايده معانا. انا في حي فيه مولدات او محطات او محولات كهرباء، خلي عينك معايا، ما تخليش حد يقرب منها، دي بتاعتنا كلنا، لان يعني عشان ما حدش ابدا يقدر يقرب منها. لو هم اللي هم اهل الشر واهل الدمار لو لقونا كلنا منتبهين لحاجتنا مش هيقدروا يقربوا لها ومش هيقدروا يأذوها. مش هيبقى بس الشرطة والجيش، لا، ده يبقى الشعب المصري كله بيحافظ وبيدافع عن حاجته. انا طبعا في تعاون كبير قوي وفي ناس كتير بتبلغ عن حاجات كتير، محتاجين اكتر، لكن برضو برجع تاني بقول ان اللي حصل هناك في العريش احنا عزائل كل الاسر، مش هقول فقدت ابدا، لا ما فقدتش، لان ده شهيد بالدفاع عن ارضه ووطنه وناسه. وانا بقولها لكم تاني واسالوا، شهيد الدفاع عن ارضه ووطنه وناسه. هم بيستشهدوا عشان احنا كلنا نعيش واحنا كلنا نتقدم، فهم ابدا لم يسقطوا ولم يفقدوا، لا، دول واقفين كويس قوي عشان خاطر بلدهم.